السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهارده كفتة فراخ، كفتة مشوية طعمها حلو قوي ومع مكرونة سباكيتي. طريقة سهلة جدا وفي منتهى الجمال. كل حاجة انا هحطها في الكبة انا مقطعاها مكعبات صغيرة. نص كيلو فيليه، معاها بصلة كبيرة، معاها قرنين فلفل خضر، معاها قرن فلفل احمر اللي هو الفلفل الالوان ده، ربع حزمة بقدونس واخدة الورق بس، وحطيت التوابل نص معلقة صغيرة فلفل اسود وبابريكا وكزبرة ناشفة وبهارات فراخ ولورا مطحونة. خلاص كده. وحطيت معلقة ملح وحطيت معلقة صغيرة بيكنج باودر ومعلقتين كبار بقسماط ومعلقه صغيره مليانه توم مفروم، وضربت كل ده في الكبه لغايه لما نعم معايا. بعد كده حط ده كله في طبق واحطه في التلاجة لمده ساعتين عشان تتسمغ معايا الكفته، تمسك نفسها كده. هعمل الصلصه، حطيت معلقه سمنه ومعلقه زيت في الحله، لما سخنوا حطيت بصله كبيره مقطعاها صغير ومعاها رشه ملح. هحمرها لغايه لما لونها يبقى ذهبي كده، وحطيت لها معلقه صغيره توم مفروم والتوابل فلفل اسود وكمون وكزبره وبهارات وبابريكا وشطه وزعتر. شوحتهم مع بعض وحطيت لهم معلقتين خل وكيسين صلصه او معلقتين كبار صلصه، قلبتهم كلهم في بعض. وبعدين حطيت العصير الطماطم ومعلقه ملح وقلبت ده كله واغطي عليه واسيبه بقى يسبك. شوف لون الصلصه جميل ازاي. ده انت ايدي زيت وجبت الكفته من التلاجة وهصبحها بقى المقاس اللي انت عايزاه. عايزاها بقى كبيره صغيره، بس ده الوسط، يعني المقاس الوسط يبقى مناسب يعني. عملتها اهو. سلقت المكرونه، حطيت ميه طبعا بعد ما غليت، حطيت لها زيت وحطيت لها ملح وحطيت المكرونه. ولما المكرونه تتسلق صفيها. جبت الجريلا او طاسه او صينيه فرن اي حاجه، حطي لها معلقتين زيت ورصي فيها الكفته. كل ما تتحمر من ناحيه قلبيها الناحيه التانيه لغايه لما تاخد الاربع جهات زي كده. بعدين اطفي عليها وقدميها بقى، اعملي لكل واحد طبق مكرونه وجنبيه كده كام صباع كفته، واكله جميله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هعمل معاكم النهارده كباب حله بالبطاطس المحمره. طاسه على النار فيها معلقتين سمنه، ولما السمنه تسخن هحط اللحمه اللي انا مقطعاها مكعبات. هشوح اللحمه في السمنه شويه واحط لها معلقه كبيره توم مفروم، واشوح التوم مع اللحمة لغاية لما لونها يبقى كده. بعدين احط التوابل فلفل اسود بهارات لحمة وكزبرة ولورا مطحونة، واشوح التوابل مع اللحم. بعدين اكون مقطعة بصلتين شرايح واحطهم مع اللحم واشوحهم مع بعض. لما البصل يدبل هبدأ بقى احط المية السخنة كوباية بكوباية، يعني احط كوباية واسيبها الاول واشوفها ان عايزة مية احط لها كوباية تاني، وهكذا لغاية لما اللحمة تستوي. ولازم المية تكون مغلية، ما تكونش مية من الحنفية. بعد ما تستوي راح اكون محمرة بطاطس مكعبات وحطها معاهم واديها تقليبة واحدة بس واطفي عليها، وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم النهاردة شاورما الفراخ. هتبل الشاورما الأول. قطعت الفيليه شرايح رفيعة، وبعدين هحط لها فلفل اسود وبهارات شاورما وبهارات لحمة وكزبرة وبابريكا ولورا مطحون. وبعدين احط ربع كوباية خل وشوية ملح واقلبهم مع بعض. ودي اسهل تتبيلة للشاورما، لان الشاورما بتحط لها زبادي، فالتتبيله دي من غير زبادي. قطعت شرايح فلفل الوان وبصل. خلاص. هنحطها طبعا في التلاجة ساعة او ساعتين، كل ما تتحط في التتبيله احسن. ما اجي اسويها بقى، اجيب طاسه احطها على النار فيها شويه زيت ومعلقه سمنه، ولما يسخنوا اروح حاطه الفيليه
اسيبه ما افرده في الطاسه، واسيبه ما اقلبوش الا لما ياخد لون من تحت. بعدين ابدا بقى اشوح فيه لغايه لما الفيليه يستوي. بعد كده اروح حاطه بقى الخضار حاجه في حاجه. حطيت البصل هديه تقليبه اشوحهم مع بعض. طبعا انا مش عايزه الخضار ده يتهري عشان كده سبت الفيليه يستوي الاول. حطيت الفلفل الالوان والبصل وهشوحهم مع بعض لغايه لما البصل بس يدبل حاجه بسيطه. البصل والفلفل الالوان يتبالوا حاجه بسيطه. واعمل بقى سندوتشات، اعمل طحينه، سلطه الطحينه، واجيب فينو او كايزر واعمل بقى لولادي احلى سندوتشات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعالوا بقى نشوف هنعمل غدا ايه النهارده. حطيت حله على النار وفيها معلقه سمنه كبيره، وهحط اللحمه عشان اديها تشويحه قبل ما اسلقها. اللحمه بتبقى طعمها اجمل لما بتشوحيها كده وانتي بتسلقيها. حطيتها لغايه لما خدت لون، بعدين اديتها تقليبه. هحط لها بصلايه وقطايه ولورا وحبهان وفلفل اسود وسبع بهارات ورشه جوز الطيب. هديها تقليبه كده واسيبها تتشوح على نار هاديه شويه لغايه لما اغلي لها ميه في الكتل. اللحمه المتشوحه لازم تحط لها ميه مغليه. حطيت لها الميه المغليه وهسيبها تاخد غلوه، وبعدين اوطي عليها واسيبها بقى تستوي براحتها. وهنا كانت استوت خلاص وطفيت عليها. هعمل بقى جنبيها بامية. جبت كيلو بامية غسلته ونشفته وقمعته. جبت بصلة حطيتها في الحلة، حطيت عليها التوابل والملح ودعكتها، ودي معلقة توم مفروم. بعد كده حطيت البامية ومعاها 3 قرون او قرنين فلفل، قلبتهم في بعض وحطيت عصير الطماطم. عصير الطماطم ده انا ضاربه معاه فلفل وحاطه توم وحاطه مرقه في الطماطم وانا بضربها. بعدين حطيت معلقه كبيره سمنه وعلقتها على النار. هسيبها تاخد غلوه وبعدين اوطي عليها واغطيها واسيبها بقى تستوي براحتها. لو عايزه شوربه ابقى ازودها شوربه وهي بتستوي. هنا كانت استوت خلاص. حطيت لها بعد ما استوت حطيت اللحمه وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هعمل معاكم محشي بتنجان وفلفل وهسلق فراخ واحمرها. اول حاجة هعمل صلصة المحشي. حطيت معلقة سمنة وشوية زيت في الطاسة، ولما سخنت حطيت بصلتين مقطعهم صغير ورشيت عليهم ملح. هحمرهم لما يبقى دهبي كده. بعدين احط التوابل. حطي بقى انت التوابل اللي انت بتحبيها، توابل المحشي. شوحتهم شوية مع البصلة وبعدين حطيت عليهم عصير الطماطم. قلبتهم وهظبط الملح واسيبها بقى لغاية لما تتسبك. هنا كانت اتسبكت اهي. هطفي عليها بقى واسيبها لما تهدى شوية عشان اعمل خلطة المحشي. هنا بقى غسلت الرز وصفيته وحطيته على الصلصة وقلبته اهو، وعملت الشبت وبقدونس وكزبرة، غسلتهم وقطعتهم وصفيتهم وحطيتهم على الرز والصلصة. قلبتهم مع بعض وكنت مقورة البتنجان والفلفل وهبدأ احشي بقى. وانا بحشي خلي بالي ان انا مملاش البتنجان والفلفل على الاخر، اسيب عقلة كده عشان لما المحشي يستوي الرز ما يديليش مني في الحل. حشيت الحلة كلها اهي وهروح بقى اسويها. انا حطيت لها بقى الشوربة بتاعتها. انا بكترش شوربة، انا حطيت 4 كوبش بس، 4 كبشات، وسبتها لغاية لما اتشربت ونقلتها على عين صغيرة وسبتها لغاية لما استوت وبألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هعمل معاكم النهارده كفته مشويه في الفرن. جبت نص كيلو لحمه مفرومه
فيها طبعا نسبه دهون اهي. جبت بصله بشرتها وصفيتها من الميه بتاعتها كويس قوي، وحطيت التوابل فلفل اسود وبهارات لحمه وبهارات كفته وكزبره وملح، نص معلقه كده من كل حاجه. وحطيت ربع حزمه بقدونس الورق بس، ومعلقه كبيره نشا، ومعلقه كبيره دقيق، وهحط معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر. اخلط بقى كل المقادير دي مع بعض وهعجنهم كويس قوي، عشان عايزه الكفته يتعمل لها ايه العرق بتاعها ده. هي بتاع 10 دقايق كده خلط هيدينا العرق بتاع الكفته. الانسجه بتاعتها تخش في بعض واهي تبقى كده. لميت الكفته على بعضها اهي، هسيبها بقى ترتاح شويه، اسيبها في الثلاجه ترتاح شويه، وبعدين اصبعها. دي ميه البصل ما حطيتش عليها اي اضافات زي ما هي كده. وتجيبي بقى حاجه شبه السيخ كده او سيخ، او العصايه بتاع الشيش طاووق دي، اي حاجه تصبعي عليها. تاخدي برده قطعه لحمه او قطعه كفته تسمريها بايدك كده، وبعدين تروحي حطها في السيخ. والصينيه بتاع الفرن دي انا دهنها دهنه زيت بسيطه قوي، يعني مش دهنه كده تمليها زيت، لا دهنه خفيفه كده خلاص. والكفته دي جميله وطعمها جميل جدا، يعني ان شاء الله هتعجبكم. الحاجه بره غاليه، وعشان تشتري كفته مشويه دلوقتي شوفها هتجيبيها بكام، ومش نضيفه والله اعلم اللحمه بتاعتهم فيها ايه. صبعتها اهو، هكمل بقى انا الباقي ده. بعد كده احطها بقى في الفرن متوسط الحراره سخن من قبل كده في الرف اللي في النص، وافتح الفرن من تحت ومن فوق لغايه لما تستوي. واقدميها بقى، عملت معاها رز اصفر وسلطه، وبالف هنا وشفا. الكفته كان طعمها جميل قوي، والاكله كانت جميله، وهاتي واعملي لاولادك في البيت انضف واحلى واوفر كمان. وبالهنا والشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كل سنه وانتم طيبين. النهارده تسوع وبكره عاشوراء، طبعا صيامهم ده ليه اجر كبير قوي، فما نحرمش نفسنا من الصيام اللي يقدر يصوم يعني. هعمل معاكم ان شاء الله عاشوراء. جبت حله حطيت فيها ميه، وده نص كيلو قمح عاشوراء. نقيته وغسلته، اديته شطفتين كده، وحطيت له 3 معالق كبار رز، واديته تقليبه واسيبه يغلي. انا مش بنقع القمح، انا بسلقه على طول، يا دوبك انقيه واغسله واحطه في الميه من الحنفيه زي ما شفتوا كده، واغطي عليه واسيبه بقى يغلي. اول ما يغلي هطفي عليه واسيبه متغطي كده. هتشوفوه بقى بيبقى عامل ازاي. بص بقى، بيزيد بيشرب ميته وبيزيد خلاص كده، وبيفتح، بيبقى اجمل لما واسهل من لما تنقعيه. انت لو نقعتيه يوم بحاله عمره ما هيفتح ويبقى كده ابدا. طبعا الكميه كبيره. انا طبعا يعني ولادي وجوزي كده ما بيحبوش في ناس ما بتحبش العاشوره، وفي ناس بتحب البليله. فانا ايه هقسمها، هعمل جزء بليله وجزء عاشوره. الجزء اللي انا شلته ده هعمله بليله ازاي. هجيب كيلو لبن واحط عليه واسكره وكده بقى بليله. هنا بقى العاشوره برده كيلو لبن اهو، ده يعتبر بقى ربع كيلو قمح. حطيت اهو 3 معالق كبار نشا بس كده، وهقلبه. اللبن ده انا ما غليتوش، انا جبته من اللبان حطيته في اللبانه وحطيت عليه 3 معالق كبار نشا وقلبته كويس، وهضيفه بقى على العاشوره بس كده. طبعا انا ولعت على على الحله خلاص كده. هسيب احط له بقى السكر. انا حطيت كوبايه ونص، عايزه انت تكتري تقللي دي حاجه براحتك، حطي اللي ايه اللي انت عايزاه حسب الرغبه طبعا. قلبت اهو العاشوره بالسكر اللي انا حطيته، وهسيبه بقى ايه يقعد يغلي بقى. افضل برضو اقلب فيه لغايه لما يغلي. اول ما يغلي احط له كيس فانيليا واقلبه كويس. انتوا لو لاحظتوا اهو هتلاقوه تقل. انا ما حطيتش اكتر من 3 معالق نشا بس. قلبته تقليبه حلوه، وهطفي عليه بقى واروح اغرفه في الاطباق اهو. جميل اهو. هنا بقى غرفته اهو في الاطباق، هسيبه بقى لغايه ما يبرد. بعد كده زوقه بقى باي حاجه الموجود بقى عندك زوقي بيه. انا كان عندي زبيب وجوز الهند وجوز الهند زوقته بيه. وبالف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.